روتين الفاونديشن ده قعد معايا تقريبا 12 ساعة في درجة حرارة يمكن توصل ل40. لو انتوا عامليني فولو على الانستجرام هتكونوا شفتوا الستوريز بتاعتي، كنت بتكلم ان انا حضرت فرح وعملت فيه ميك اب، وبالذات الفاونديشن روتين اللي انا عملته، وكان اول مره اعمله، معرفش ليه عملته بس كان اول مره اعمله، وفضل ثابت في يوم. بجد درجه الحراره كانت تقريبا توصل ل40، فضل ثابت من الساعه 1 الظهر لحد الساعه 1:30 بالليل تقريبا. فحسيت ده ممكن يبقى فيديو مهم قوي لاي حد عنده مناسبه وعايز الميك اب بتاعه يثبت طول النهار. ممكن لو انتي واحده برضو فرحك او خطوبتك قربت ومش هتجيبي ميك اب ارتست، يمكن التكنيك ده يبقى مفيد ليكي. وميزة التكنيك ده ان هو بجد محطوط فيه كل حاجة، يعني كونتور، بلاش، باودر، سبراي، كل حاجة كل حاجة، بس فعلا طبقات خفيفة قوي. وغالبا عشان هو خفيف هو ده اللي ساعده ان هو يفضل وما يسحش على البشرة. فخليني اوريكم عملت الفاونديشن روتين ده ازاي. طيب مبدئيا انا حاطه السكين كير بتاعي، حاطه هيلورونيك اسيد، حاطه مرطب، وكمان يومها كنت حاطه سان سكرين. النهارده مش هحط سان سكرين يعني بما اني مش نازله في الشمس قوي، فممكن نسكيب. بس طبعا بنصح اي حد ان هو لو في المناسبه في الشمس او كده طبعا يحط سان سكرين تحت الميك اب. اول حاجه عملتها هي الكونتور او البرونزر او الكريم برونزر، واستخدمت الميك اب باي ماريو سوفت سكالب شيبينج ستيك دي، والدرجه اللي معايا دي ميديوم. وكل اللي انا بدات اعمله ان انا برسمها كده، وحطيت برضو هنا وهنا، يعني اي مكان هتحطوا فيه الكريم برونزر بتاعكم انا حطيته فيه. واللي فرق كمان في شكل الكونتور هي ان انا عملت خط كده عند الجو لاين علشان يرفع شكل اللغد او الرقبة، يخليها سناتشت كده، بيقلل شكل الحتة اللغد دي شوية. وكمان عملت حتة صغيرة قوي هنا، ده بيدي شكل ان الشفايف اكبر، او يعني بتدي زي كأنك عاملة فيلر بس من غير ما تعملي فيلر. مش فاكرة عملت كونتور للمناخير ولا لا، بس يعني خلينا نعملها. I think ان انا بدأت كده. وبعدين تاني حاجة جبتها الكونسيلر، استخدمت 2 كونسيلر عشان واحد يبقى فاتح للتنوير، واحد يبقى تقريبا نفس لون الفاونديشن او قريبة من لون بشرتي. فاول حاجة بدأت بيها الكونسيلر ده من تو فيست، ودي درجة بورسلين، ودي هي الدرجة القريبة من لون بشرتي. والكونسيلر التاني اللي استخدمه هو الفو فلتر بتاع هدى بيوتي، دي درجة فاتحة زي ما انتوا شايفين الفرق بين الاتنين. فدي يعني دي تعتبر اقرب للون الفاونديشن، ودي فاتحه قوي للتنوير. وحطيت بالظبط حته كده تحت الكونتور، واي حته كان عليها حبايه حطيت الدرجه دي. حطيت شويه هنا بس مش كتير هنا، عشان لسه هحط من الدرجه التانية، بس ما تتخضوش عشان هي لونها فاتح قوي. حطيت حته هنا وحته هنا وعلى نص المناخير كده عشان تنور الحته دي. وتقريبا حطيت برضو شويه هنا، ما حطيتش هنا قوي عشان ما تبقاش لونها ابيض قوي هنا، لكن هنا عشان ننور شكلها كده كويسه. حاسه ان انا حطيت حته زياده من الكونسيلر الفاتح هنا كده للتنوير، بس مش متاكده، بس يعني مش هيخسر. هو زي ما بقولكوا الفكره في التكنيك، في يعني في اللي انا بعمله، مش انا يومها عملت ايه بالظبط، بس هي الفكره نفسها. الفكره بقى كلها كمان ان انا هعمل بلند لكل حاجه بنفس الفرشه، بس يعني ما بين الكونسيلر والكونتور مثلا همسحها كده على ايدي او على منديل بحيث ما الالوان ما تخشش في بعضها. هجيب الفرشه كده وبلند الكونسيلر الاول على اساس ان هو الفاتح. طبعا بالنسبه لي ده مش هيبقى كفايه بلندنج، فانا بعد ما اخلص كده بالفرشه هبتدي ان انا انعم بالسبونج. وزي ما انتم شايفين هو اصلا الكونسيلرين دول التغطيه بتاعتهم عاليه قوي، عشان كده ده مميز. ليه بقى؟ ان احنا مش هنحتاج لما يجي نحط فاونديشن، مش هنحتاج ان احنا نستخدم فاونديشن كتير. وغالبا ده اللي خلى يعني اللايرز او الطبقات اللي على الوش خفيفه، وهو ده اللي ساعد الفاونديشن انها تثبت. هجيب السبونج كده وانعم الكونسيلر. وكمان السبونج ميزتها ان هي بتمتص اي برودكت زياده على البشره، فما تخليش برودكت كتير على البشره، وتخلي كل حاجه خفيفه. هعمل بلند الناحيه عشان اوريكم الفرق بين الناحيتين. دلوقتي همسح الكونسيلر كده من على الفرشه، وابتدي ادمج الكونتور، واحاول ادمج لفوق عشان انا مش عايزاه ينزل على تحت ويبقى شكله مش حلو.
هدمج على فوق. يعني لو شكله تو ماتش دلوقتي خليكم فاكرين ان احنا لسه هنحط فاونديشن، فمش هيبقى شكله هارش كده زي دلوقتي. ولما انا كنت بعمل الميك اب ده واتساب فتره طويله على وشي، فحسيت ان هو بدا البلندنج بتاعه يبقى اصعب علشان بدا ينشف. جبت هايدريتنج سبراي، اي هايدريتنج سبراي عندكم ينفع، ورحت رشه كده رشتين على وشي، مش رشتين يعني قولي 15 رشه. فده هيرجع ايه ترتيب للبرودكتس تاني بحيث انها تبقى بلندد بسهوله. مسحت الكونتور وبرجع ادمج الكونسيلر الحته اللي هي تحت الكونتور على طول عشان ننظف اي لخبطه في الكونتور، او لو الكونتور نزل اكتر من اللي انا كنت عايزاه. هنا الوقت اللي انا بدمجه، ساعات لو حسيت ان انا دمجت بزياده بقوم مزوده حته كده وامسح الفرشه وادمجها بالراحه تاني لفوق. فده الافتر وده البيفور. وعلى فكرة حتة الكونسيلر اللي على مناخيري دي عملت لها بلند اخر حاجة خالص حتى بعد كل وشي، علشان تفضل بقى الخط الرفيع ده يعني يدي نور ويعمل شكل الكونتور او الافكت بتاع الكونتور على المناخير، يعني يبقى شارب كده وحلو. بعد كده بقى بدمج حتة الكونسيلر اللي في النص دي، حاول ما احركهاش كتير. وبعد ما دمجت الكونسيلر والكونتور اخدت برضو الكريم بلاش ده من ميك اب باي ماريو، وده اخر ستيب في اللي هي البيس اللي تحت الفاونديشن. وحطيت شويه كده، وهوريكم صوره الفستان اللي انا كنت لابساه، فما كنتش عايزه احط حاجه بينك قوي علشان يعني كنت عايزه اللوك يبقى برونزي اكتر ما هو بلاشي يعني. وبنفس الفرشه برضو انضفها كده واعمل بلندنج للبلاش، والبلاش ده اصلا خفيف ما هوش تقيل خالص فما تعبنيش خالص في البلندنج يعني. وبعد كده بالسبونج بدمج الاطراف بتاعه البلاش عشان ما يبقاش في فرق خط ما بين البلاش والكونسيلر. وبعد كده جبت الفاونديشن المفضله بتاعتي اللي هي النارس لايت ريفلكتنج فاونديشن، وبجد خدت تقريبا 1 بامب واحده منها ووزعتها على كل وشي. خليني اوريكم ازاي بالظبط خدت الكميه دي من الفاونديشن. وهجيب الفرشه بتاعه الفاونديشن وهبتدي ان انا ادمجها الاول على الباليت كده بحيث ان الفرشه كلها تتوزع، ما يبقاش في حته فيها فاونديشن تقيله وحته لا. عايزه الفرشه يبقى عليها فاونديشن قليله جدا. وبعد كده هاخد بقى الفرشه وابتدي ان انا احط فاونديشن على كل وشي كده كده. هتبقى الفاونديشن طبقه خفيفه جدا فوق اللي احنا عملناه، بالذات ان احنا خلاص كل التغطية اللي احنا محتاجينها خدناها من الكونسيلر، فمش هنحتاج فاونديشن كتير خالص خالص خالص. عملت نص وشي عشان اوريكم الفرق، بس هنعمها الاول كده بالسبونج وكل حاجة بطريقة طبطبة علشان ما نبوظوش الكونتور والبلاش اللي احنا عملناه تحت الفاونديشن. طريقة طبطبة كده ونعم كل حاجة. شايفين ازاي انها effortless جدا. طبعا انا هحط products باودر فوقيها وهوريكم دلوقتي، بس اوريكم شكلها ازاي انها مدموجه خلاص مع الفاونديشن. بصوا هنا لسه الشكل هارش شويه، بس ده شكلها بعد ما حطينا بجد فتفوته من الفاونديشن. وبنفس الطريقه هاخد على الفرشه كده الفاونديشن وابتدي ان انا اوزعها على الناحيه التانية وانعمها بالسبونج برضو من غير ما اضغط على السبونج، ضغطه خفيفه جدا. وبعد كده بقوم رشه تاني من الهايدريتنج سبراي ده، لان البرودكتس بقالها زمان قاعده على البشره، فده يرجع شويه ترطيب وفي نفس الوقت يخلي بقى شكل الباودرز اللي احنا هنحطها عليها شكلها احلى وانعم. وقبل ما السبراي ينشف هبتدي اضغط عليه كده ضغطه خفيفه بالسبونج بحيث ان هو يتوزع على البشره بطريقه يعني متساويه. شايفين ازاي شكل البشره بجد فلولس ناعمه مفيهاش ولا غلطه، وبجد بجد مش حاسه باي حاجه ان انا احطها على وشي، مفيش اي تقل، في التغطيه الكامله اللي انا كنت عايزاها بشويه كونسيلر بس مش اكتر.
يعني استخدموا كونسيلرز بدل ما تحطوا طبقات كتير من الفاونديشن. استخدموا كونسيلر يكون التغطية بتاعته فول كفرج، مش بيهزر، بحيث ان انتوا نقطة واحدة من الكونسيلر هتغطي، يعني هتعمل التغطية اللي انتوا عايزينها. الخطوة اللي بعد كده هي الباودر، واستخدمت الهدى بيوتي باودر دي المقاس الميني بتاعها، برضو اللي مهتم دي درجة باوند كيك. واللي انا عملته ساعتها ان انا اخدت الباودر باف بتاعت هدى بيوتي، وهاخد الباودر كده وابتدي انزل الزيادة من عليها، ممكن على الباليت، ممكن على ظهر ايدك، بحيث ان الباودر اللي عليها تبقى قليلة علشان برضو ما تبقاش برودكت كتير تحت العين. بس قبل ما احط الباودر هتأكد ان مفيش خطوط تحت العين، عشان لما اجي احط الباودر تبقى يعني ما تثبتش التخطيط. وبعد كده هضغط الباودر كده تحت العين وامشيه كده جنب مناخيري وحوالين دقني كده برضو، او حوالين شفايفي عامة، حوالين مناخيري، الحتت اللي هي ممكن تكون يعني بتنزل زيوت زيادة بحط فيها الباودر كده بنفس الباف. ولباقي الوش بستخدم فرشة كبيرة زي دي، وباخد الباودر برضو عليها واوزعها كويس كده، وبطريقة الطبطبة بوزع الباودر على باقي وشي. بعد كده بقى هحط البرونزر والبلاش الباودر طريقة طبطبة برضو عشان ما نبوظش اللي عملناه تحت الفاونديشن. قبل ما احط البلاش هستخدم هايلايتر عشان لما اجي احط البلاش يدمجوا مع بعض يبقى شكلهم يعني مش خطين. فاحط الهايلايتر كده، وبعد كده هستخدم البلاش بس مش كتير، عشان انا كنت عايزه زي ما قلت لكم اللوك يبقى برونزي مش بلاش. واخر خطوه عملتها وحاسه ان ده اللي فرق بجد في ثبات الميك اب بطريقه مش طبيعيه، وهي ان انا حطيت السيتنج سبراي ده، هو اسمه ماتيفاينج سيتنج سبراي من لوريال. ده شكله للي حابب يجربه. انا حاسه ان هو ده يعني اسمها ايه، اللي هو التشيري اون توب، او اللي ساعد بجد على ان الميك اب يثبت لمدة 12 ساعة. فالجو ده هو السبراي ده، هو السبراير بتاعه مش احسن حاجة، هسيبه كده ينشف شوية، وقبل ما ينشف على طول بجيب السبونج ووزعه بنفس الطريقة اللي انا عملت بيها السبراي التاني. شايفين مسح حتة ازاي من الكونتور، لان هو السبراي بتاعه يمكن ده اسوأ حاجة فيه، ان السبراي بتاعه مش حلو، بيتفتف. بس يعني ممكن نلحق الموقف ونصلح الحتة دي. الحمد لله لحقناها. انا مش رايحه حته يعني، بس عشان لو حصل معاكم كده ما تتخضوش. بس وده شكل النهائي للبيس ميك اب اللي انا عملته يوم الفرح اللي كان عندي. زي ما انتوا شايفين كل التركه او كل الموضوع ان احنا نستخدم منتجات قليله قوي، بحيث ان احنا ما نضطرش نحط مثلا طبقات كتيره قوي من الفاونديشن عشان نزود تغطيه مثلا. هي حاجات بسيطه كده، تركات بسيطة هي اللي بتكون سبب ان الميك اب يثبت او ما يثبتش. التركة هنا البرودكتس القليلة، التغطية اعتمدنا فيها على الكونسيلر بشكل اساسي مش الفاونديشن، وكمان ان احنا نحط هايدريتنج سبراي على مدار الستبس بتاعت الميك اب، وننهي او نقفل نحط سيل كده فوق الميك اب بحاجه تكون مثبته بقى مش هايدريتنج، يعني ده مثبت وماتيفاينج. مع ان انا بشرتي جافه ما بستخدمش اي حاجه بتخلي الوش مط، بس كان لازم بصراحه يوم الفرح ده، مش فاكره كانت درجه الحراره كام، بس كان لازم وغالبا هو ده اللي ساعد ان الميك اب بجد ما يتحركش من مكانه طول اليوم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. قولولي لو انتوا عندكم مناسبه قريب وهتعملوا الروتين ده ولا لا. ده الروتين ده نفع معايا برضو، عشان اللي مش عارف انا بشرتي مختلطه مايله للجافه، فممكن الروتين ده ما ينفعش مثلا مع حد بشره دهنيه، بس انا مش شايفه ايه يعني مش شايفه ايه اللي يمنع ان هو ينفع مع بشره دهنيه، مع اختلاف مثلا الفاونديشن تستخدموا حاجه مثلا مات اكتر من دي، لان دي جلوي اصلا فاونديشن، وتستخدموا برضو سيتنج سبراي الماتيفاينج ده، والحاجات الكريمي تبقوا عارفين ان هي مثلا مش مزيته قوي بحيث انها ما تسيحش الميك اب من على وشكم. يمكن تستخدموا حاجات مختلفه بتنفع احسن للبشره الدهنيه، بس كتكنيك وروتين عام والفكره العامه للموضوع مش شايفه ليه ممكن ما تنفعش مع بشره دهنيه.
اتمنى يكون الفيديو عجبكم وكان مفيد ليكم. اكتبوا لي في الكومنتس لما تجربوا الروتين ده، قولوا لي نفع معاكم ولا لا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، كمان تعملوا لي سبسكرايب وتشغلوا نوتيفيكيشن بيل عشان يجيلكم نوتيفيكيشن كل ما انزل فيديو جديد. وكمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على تيك توك وانستجرام لو انتوا عندكم حسابات على الابليكيشنز دي. انا دايما بسيب اللينكات او الروابط بتاعتهم في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو. وبس كده. thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye.